السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل ايه مع بعض؟ هنبدأ كده الفيديو بتاعنا ونصلي على النبي كده ونقول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض، طبعا شايفين المقادير معايا اهي. دي مقادير الكيكة بتاعتي، كيكة الفانيليا اللي أنا بعملها وبعتمدها على طول بنفس الطريقة وبنفس المكونات. ما بشيلش حاجة منها وما بنقصش حاجة منها، ومعتمدها على طول في مطبخي. بعملها في السريعة كده في اقل من ساعة الا ربع بنكون ايه عملناها. هي نص ساعة بالظبط كده بنكون ايه خلصناها. نص ساعة في الفرن و10 دقايق كده تحضيرها بسرعة، بتبقى سريعة كده وخفيفة. نقول بقى مع بعض بقى ايه المقادير مع بعض. بصوا معايا هنا الاول المواد اللي هي الجافة. معايا الدقيق بتاعي، دول 3 كوبايات دقيق منخولين كويس جدا. عشان الكيكة تطلع معاكم ناجحة لازم ننخل الدقيق كويس جدا ونطلع الهواء الايه اللي فيه بالنخل اللي احنا ايه بننخله. ومعانا هنا كيس بيكنج باودر اهو، ومعانا ذره ملح حطيناها على الدقيق. دي كده المواد الايه الجافه، هنركنها كده على جنب. معانا بقى المواد السائله اللي هنحطها في الخلاط بتاعنا. هنحط ايه؟ هنحط دي كوبايه لبن. ده لبن او اللي هو الرايب اللي هو القاطع. اللبن العادي بتاعنا لما بيقطع بيبقى حلو جدا في الكيكه، بيدي للكيكه ملمس حلو جدا وبيديها هشاشه جميله، بتبقى حلوه قوي. انا بحب اعملها دايما باللبن القاطع او اللبن الرايب اللي بيبقى موجود عندي. مش موجود عندك اللبن الرايب دوت، استخدمي اللبن العادي جدا هيبقى حلو برضو، بس اللبن الرايب بيديها نتيجة احسن وافضل. ومعانا كوباية سكر. كوباية سكر كفاية، ما بحط لها سكر كتير عشان ما تبقاش معانا ايه مسكرة. ومعانا دي كوباية زبدة، كوباية الا ربع من الزبدة اهي. عايزة تحطي زيت حطي، عايزة تحطي زيت على زبدة، زيت على سمنة، اللي موجود عندك حطيه. اهم حاجة كوباية ايه الا ربع. انا عشان ما عنديش زيت فقلت هستخدم ايه الزبدة. ومعانا دول 3 بيضات. وعشان برضو الكيكه تنجح معانا لازم نشتغل بيها، والحاجه كلها بتكون بدرجه حراره المطبخ اللي هي ما تبقاش طالعه ايه من التلاجة. ومعانا كيسين فانيليا، نفضيهم كده كويس. ومعانا معلقه خل. الخل حلو جدا للكيكه، بيقضي على الزفاره وفي نفس الوقت بيديها هشاشه حلوه كده معانا. معلقه كبيره كده مليانه من اللي هي بتاعه الطبيخ اللي بناكل بيها اهي. بصوا جهزت بقى كل المواد السائله اهي في الخلاط. هضربها بقى في الخلاط لحد ما ايه السكر يدوب. ومعانا المواد الجافه اهي، فضيت عليها كيس البيكنج باودر مع رشه الملح طبعا. هضرب بقى كل المواد السائله كده مع بعض في الخلاط، عشان طبعا ما اشغلش بقى الخلاط وصوته يبقى مزعج ولا حاجه، لحد ما السكر يدوب تماما. وهوريلكم بقى لما يتضرب، وبعد كده ننزل بيه على المقادير الجافه. ودلوقتي بصوا ضربت الحاجه كلها كويس في الخلاط لحد ما السكر داب تماما وادانا اللون الفاتح الحلو ده. هنزل بقى عليهم ايه بالدقيق بتاعي كده اهو. وطبعا من عوامل النجاح الكيكه ان انت تبقي مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق على درجه حراره 160، وتكوني ناخله الدقيق زي ما قلت لكم. واحنا بقى بنضرب الكيكه كده، نضرب في اتجاه واحد. ده برده من ضمن عوامل نجاح الايه الكيكه بتاعتنا، ان احنا نضرب كده في اتجاه واحد عشان ندخل لها هوا وتبقى معانا هشه وتبقى حلوه. المقادير دي مظبوطه جدا، حلوه جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي ان شاء الله. اتمنى ان انتوا كده تجربوها. لو وصلتوا بقى لحد هنا في الفيديو دوسوا بقى لايك واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. صلوا كده بينا على النبي وعليه افضل الصلاه والسلام. بصوا كله كده في اتجاه واحد وتقلبي كده بسرعه. يا جماعه بحب اشكركم كده جدا جدا من كل قلبي، كل اللي بيكتب لي كومنت حلو وكل اللي بيدعي لي دعوه حلوه، ربنا يقعده لكم يا رب ان شاء الله ويجازيكم عني كل خير. اشكركم كده من كل قلبي بجد، كل اللي بيعمل لي مشاركه وكل اللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي وبيتابعني. واتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه على قلبكم، واتمنى ان انا اكون بقدم لكم حاجه تكون مفيده وتتعلموا مني اي حاجه ان شاء الله. معلومه بسيطه تاخدوها مني. كلنا بنتعلم من بعضينا، مش عيب ان احنا نتعلم من بعضينا، ومش عيب ان احنا نتفرج على بعضينا ونتفرج على الفيديوهات بتاعت بعضينا وناخد من بعضينا افكار. المهم ان انتي ما تقوليش ان الوصفه دي تنسبيها ليكي، لا، مفيش حد بيطلع كده مش متعلم.
او بيبقى طالع متعلم جاهز. كلنا بنتعلم من بعضنا لحد ما هنموت، هنفضل ايه نتعلم من بعضنا. بصوا ده قوام الكيكه اللي انا ايه عايزاه اهي. بصوا حلوه ازاي. بصوا ده قوام الكيكه المظبوط اهو. بصوا كريمي وقوامها حلو جدا. بصوا عامله ازاي حلوه جدا جدا، بتطلع هشه وبتبقى في منتهى الجمال. بصوا بقى هركنها كده اهي. ومعايا الصينيه بتاعتي دي، ودي مقاس 30. بحب اعمل الكيكه في صينيه تكون ألمونيوم مدهونه طبعا زبده او زيت اللي موجود عندك او سمنه. هنزل بقى بالخليط بتاعي في قلب الصينيه بتاعتي. بصوا قوامها حلو جدا. انزل كده بالاسباتيولا، انزل كل اللي في الطبق. لو حسيتوا قوامها تقيل معاكم، عشان في دقيق بيختلف عن دقيق. لو حسيتوا قوامها تقيل معاكم، مصمصوا كده للشفشق الخلاط او رجوه كده بشويه ميه صغيرين، عشان تاخدوا طبعا اللبن اللي فيه والسكر والبيض، ما ترموهمش بحبه ميه وخفوا بيها ايه الكيكه، هتطلع معاكم مظبوطه. لو حسيتوا ان الدقيق مختلف وشارب معاكم ايه السوائل ومحتاجه دقيق تاني، قوامها يبقى اتقل من كده. بصوا اهي. طبعا انا مسخنه بقى الفرن على درجه حراره 180 زي ما قلت لكم او 160 اهي. بصوا عامله ازاي، شكلها جميل جدا. هدخلها بقى الفرن حوالي نص ساعه. اول ما تشم ريحتها افتحي الفرن كده بالراحه، بصي عليها بس ما تفتحيش الفرن مره واحده عشان ما تطلعيش الهواء اللي فيها، واختبريها بخله او بسكينه او بشوكه. لو طلعت معاكي نضيفه هتبقى كده الكيكه بتاعتك استوت وتبقى واخده وش من فوق ومن تحت. تتفلي عليها البوتاجاز وتسيبيها جوه الفرن 10 دقايق او 5 دقايق. متفتحيش عليها الفرن، عشان لو فتحتي الفرن مره واحده هتهبط مره واحده معاكي، والهواء يدخل للكيكه هيخليها تهبط. وبعد كده نطلعها، ادخلها بقى الفرن انا بعد نص ساعه وهوريها لكم لما تطلع. ودلوقتي بقى يا حبايبي بصوا الكيكه بتاعتي طلعت اهي من الفرن. بس الصينيه بتاعتنا عامله ازاي، بصوا شكلها حلوه جدا هشه وجميله. بصوا بقى الكيكه اللي طلعت قطعتها اهي. بصوا عامله ازاي. بصوا الوش زي الظهر، بصوا زي الحروف بتاعتها. بصوا عامله ازاي. ده الجنب بتاع الكيكه اهو. بصوا بقى الفراغات بتاعتها بصوا طريه ازاي. بصوا حلوه جدا. بصوا الوش زي الظهر، كلها زي بعضيها اهي، متحمره ومستويه حلو جدا. بصوا الفراغات اللي فيها طريه جدا جدا. بصوا عامله ازاي هشه قوي اهي. بصوا في منتهى الجمال، حلوه جدا. قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو لو عجبكم، لو عجبتكم الكيكه بتاعتي. بصوا عامله ازاي جميله وطريه. بصوا سفنج، بصوا عامله زي السفنج. طعمها حلو جدا، واللبن الرايب هيعجبكم جدا فيها. جربوها باللبن الرايب هتعجبكم قوي قوي. لو مش عندكم لبن رايب ممكن تعملوها زي ما قلت لكم باللبن العادي، او ممكن تعملوها بعصير برتقال. بس هي عشان كيكه فانيليا فاحنا مش هنحط فيها عصير برتقال، هنعملها بميه او بلبن او لبن رايب او زبادي. كل الحاجات دي بديله للايه للبن. قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للقناه ولايك للفيديو طبعا، اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. ما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم، واسيبكم في رحمه الله واقول لكم مع السلامه.